ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ واهلا بكم مرة تانية في شرح جديد على قناتنا فكر تكنولوجي. مين مننا ما بيعجبوش مقطع فيديو او حتى اغنية على اليوتيوب وبيجي في باله على طول انا عايز احفظ المقطع او الاغنية دي عندي على الجهاز؟ بس هنا بقى بتقابلك مشكلة، ان اليوتيوب ما فيهوش امكانية تحميل او تنزيل للمقطع ده، فبتضطر انك تخش على الانترنت تبحث عن برامج واضافات للمتصفح، لكن للأسف معظمها بيتوقف بعد فترة أو ما بتوصلش لحاجة في النهاية، وفي الآخر تخش على موقع معروف مليان إعلانات عشان تحمل المقطع ده. في شرح النهاردة هقول لكم إزاي تقدروا تحملوا أي مقطع من على اليوتيوب بصيغ وبدقة مختلفة، وكمان MP3 وبكل سهولة بدون أي برامج. نبتدي الشرح، يلا بينا. أولا بنبتدي نخش على الجوجل كروم، وده طبعا على حسب المتصفح اللي عندك، مش شرط جوجل كروم، ممكن اي متصفح تاني. هنخش على الجوجل كروم. انا بصراحة كنت محضر فيديو مسبق، آه، كنت محضر اغنية، ودلوقتي انا عجباني الاغنية ديت وعايز احملها. بكل سهولة هتيجي عند شريط العنوان اللي فوق في اليوتيوب، بعد الدخول على اي مقطع انت عايز تبحث عنه تخش عليه، هتيجي هتلاقي اللينك بتاع الفيديو موجود او المقطع ده موجود في شريط العنوان من فوق. هتيجي قبل كلمة يوتيوب وتكتب كلمة واحدة LINK لينك، بعد كده بتدوس انتر. بعد ما بتدوس انتر بيجيب لك او بيدخلك على موقع سيف فيديو. الموقع ده يا جماعة سهل جدا في التعامل معاه، ومهما طلع اعلانات مش هتيجي مقارنة جنب أي حاجة تانية، إعلاناته لا تذكر. بنخش على كلمة داونلود فيديو، أي إعلان يطلع لك زي ما حصل دلوقتي بتلغيه كده بكل سهولة. تخش تاني على داونلود فيديو، بيظهر لك اللودنج اللي تحت. هنا بقى يا جماعة بيظهر لك صيغ والجودات أو الدقة المختلفة للفيديوهات. يعني هنا عندنا مثلا صيغة 3GB، ودي على ما اعتقد ان مبقاش في حد يستخدمها، دي كانت للموبايلات القديمة وتعتبر جودة ضعيفة جدا جدا. بالنسبة للام بي 4 طبعا دي تعتبر جودة كويسة جدا. هي الفيديو في 480 ولغاية 720 اللي هو الاتش دي. وفي عند حضرتك بقى الام بي 3، لو انت عايز تحمل الاغنية ديت مش كليب، عايز تحملها صوت بس، بتضغط على ام بي 3. لو هنفرض اللي احنا عايزين نحمل بما انها اغنية، لو عايزين نحملها صوت بس بتضغط على كلمة ام بي 3. اي اعلان بيظهر بتقفله. بيظهر لنا بعد ما ندوس على كلمة ام بي 3 بيظهر لنا كلمة كليك هير تو شو داونلود لينك، بندوس عليها. برضو كأي حاجة تظهر بشكل مفاجئ، ده اعلان. بندوس عليها مرة تانية بيحصل لودنج، بندوس بيظهر لنا كلمة باللون الأخضر، بندوس على كليك هير تو ستارت داونلود، بندوس مرة تانية. أي إعلان برضو بيظهر بنقفله. بندوس بيظهر لنا هنا علامة تحميل، وبعد كده converting file. هنا على طول ظهر لي التحميل بتاع الأغنية، وادي اسم الأغنية، وادي حجم الملف، وهنا صيغة الملف MP3. كل اللي عليك طبعا بتعمل بدء تحميل، الملف اتحمل، وبكده يكون الأغنية نزلت وممكن نشغلها بكل سهولة.
وادي الأغنية اشتغلت بكل سهولة. وبكده يكون انتهى شرح النهاردة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ودمتم في سلام الله.